انت رجعتني كده لايام المدرسه يا معلم. غير ما ترجع. هو الراجل هنا بص البراند العيش جنب المكرونه، بتخش كده طبق بص المركب، خش كده مركب يا باشا في اوعى بقى بص، دي الشراع، دي المركبه. النهارده رحله البحث عن التراث، جايبين احسن واحد في مصر بالنسبه لي وعن تجربه، مكرونه ابو سليمان، المحل القديم قوي دوت اللي بيقدم احلى مكرونه يا جدعان، والله ممكن تاكلوها في مصر. احنا النهارده جبنا الطبق الجميل دوت من عند مكرونه ابو سليمان، وقلنا بقى لازم نوريكم الجمال ده. الكلام ده كله بكام يا مستر؟ كام؟ 15 جنيه. بص الكلام، بص الكلام، الله اكبر. نص ساعه عشان تجيب الطبق ده، بس يستاهل. رحله الشقاء والبحث عن اللقمه الحلوه. احنا هنصطاد لكم الاكل الحلو من اي حته. مكرونه ابو سليمان بامانه من احسن الناس اللي بتعمل مكرونات في مصر كلها، مش في القاهره بس. مكرونه ابو سليمان الفرع اللي انا فيه دوت هو يعني الاصل والاساس. الفرع دوت في شارع عبد العزيز. انزل في شارع عبد العزيز او في العتبه او في اي حته من الاجواء ديت، قول انا عايز اروح عند مكرونه ابو سليمان، هيدلك على العنوان. يعني هو اسمه عنوان، احنا مش هنقول عنوان عشان هو اسمه ايه يا مستر؟ عنوان لوحده. اسمه عنوان. شفت احنا قلنا مكرونه ابو سليمان منين، جابنا فين؟ هي ريحته طالعه عيني، مش محتاج اي كلام. تحفه. نص شكل الطبق، اديك بقى شويه تقليه مع شويه عدس بقى. الصلصه بتاعته مميزه قوي، حاجه كده جميله. لو لسه صباعك ما كلكش ودوست لايك، دوست لايك دلوقتي. كل اخواتي اللي اتفرجوا عليا لازم يجوا ياكلوا مكرونه من عند ابو سليمان، واللي جربها يقول له بامانه ايه رايه في الكومنتات. تحفه. مثل تدوق. هو طعمه جامد وشكله حلو. تدوق. هات. خد واحد. تاخد شوت تاني؟ ايه رايك في الكلام ده؟ طعمه جامد جدا، مستوي حلو قوي. السوا بقى ايه؟ لما عملنا مقارنه في الفيديو اللي تحت، لو عايزين تشوفوه انزلوا تحت كده هتلاقينا عاملين مقارنه احسن كشري في شبرا الخيمه ما بين الخديوي وهند والزعيم، صح؟ فاكر لما لا فاكر لما كلمتك على حته سنس السوا؟ السنس بتاع السوا كده، المكرونه لا هي طريه قوي ولا ناشفه قوي، ما بين الاثنين بتعض في بقك بس مستويه. هو ده التست. بس هنا ابو سليمان في حته ثانيه يا صديقي. لا ابو سليمان الاكل عنده بالمجان، كل ده ب 15 جنيه بامانه. الطبق ده الواحد عايزه بطنين يعني. انا الله اكبر، اللهم صل على النبي. بس الناس كلها بتاكل ومبسوطه وحاجه بوم البوم. بتعمل بقى سندوتشات يا مستر، عارف ازاي؟ بقول لك انا دلوقتي هنسيب الطبق دوت نص 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 نص، ده هو ده. رجعتني لايام المدرسه. لا المكرونه هنا يا باشا ما بتتاكلش غير كده. انت رجعتني كده لايام المدرسه يا معلم. غير ما ترجع. هو الراجل هنا بص البراند العيش جنب المكرونه، بتخش كده طبق بص المركب، خش كده مركب يا باشا في اوعى بقى بص، دي الشراع، دي المركبه، دي ما بتغرقش بس بتنزل في البطن تغرق. المكرونه بالعيش المحمص ده حاجه تانية قوي. لو مش مصدقني اسال ابوك، اسال اخوك، اسال جدك، يقول لك مين ابو سليمان. اللهم صل على النبي. انا اتبسطت. اتبسطت يا مستر؟ انا كعوني اتبسطت. طب حاجه حلوه قوي. بقول لك ايه؟ انت عارف هنحل من عند مين؟ انت مفرفتني النهارده. هنحل من عند واحد جنبه جامد قوي. هنحل بقى من العراقه، من الاصاله، انه يوم البحث عن التاريخ. الله اكبر، الله اعظم. استنى لا ده نخلص. هنحل منين يا مستر؟ بيدا يا ريس. هنحل من عند بيدا اللي اتأسس سنة 1957. ادي العيش لخبازه. احنا بقى قلنا نجرب عندهم اعلى حاجة الرز بلبن. الرز بلبن ده تقدر تقيم منه اذا كانت الحاجات كلها حلوة ولا لا. فانا جبت سادة عشان ايه؟ نشوف التيست والطعم.
لا مش رز، ده قشطه، ده قشطه. على قد ما براندات كتيره فتحت بتبيع رز بلبن كتير، يفضل بيضه هو بيضه. رز بلبن خرافه خرافه. مش رز، ده قشطه كلها في بعض. الرز تحس ان هو زبده كده مش رز. رز اللوتس مثلا، رز اللوتس. ايه؟ لا ده لوتس، بسكوت لوتس من فوق. جامد. هو غنى عن تعريف المكان. البسكوت متفتفت وعليه سنه قرفه صغيره معلقه تسع. ده الشاي القرفه عليه سنه قرفه صغيره، ما بحبش القرفه، هات الساده، الساده تحفه تحفه تحفه. عجبني الساده اكتر على فكره. اليا ما شاء الله. عندنا كراميل ومهلبيات شوكولاته وعاشوره ولوتس، رز لبن بسبوسه ومكسرات. في بقى فرن بقى ام علي بقى وعاشوره طبعا بقى، ومكسرات وزند وزبيب وام علي وورق عسل ومهلبيه ساده. ده جديد اللي انت عاملينه اللوتس ده صح؟ رز لوتس بس ما شاء الله جامد قوي. بس ما شاء الله جامد، والف انا وشفا يعني. حبيبي طب الاسعار عندكم بتبدا من كام لكام؟ في المكسرات دوت لوتس لوتس ده بيبقى 17 17 والساده الساده ب 12 ان شاء الله. بس انت متاكد ان ده رز؟ رز ده لبن. قشطه، ده قشطه يا جدعان. الله اكبر بيدا من سنه 1957 ده كان بدايته، والناس دي ما شاء الله مشهوره، تنزل في اي حته، في العتبه، تنزل في عبد العزيز، تقول محل بيدا بس وانت هتيجي هنا هتاكل. عايز تاكل رز بلبن بقى، عايز تاكل قشطه بلدي بلدي، لازم تروح عند بيدا، ولازم تصور لنا الكلام الجامد ده كده يا مستر. صور الكلام الجامد ده. رز بفرن الله اكبر، حاجه ما شاء الله، حاجه تحفه جدا. منتجات الالبان عندهم ما شاء الله، وعن تجربه وانت عارفين كلامنا كله ثقه. هتيجي المكان ده وتجرب وتدوق وتقول لي ايه رايك في الجمال دوت والعظمه دي. وبيدا الشاي الرز بلبن لازم تيجي هنا، صح يا مستر؟ لو انت بقى جيت عند بيدا وكلت جوه ما تنساش تاخد معاك تيك اواي للبيت، عشان الرز هيعجبك قوي قوي قوي. وافضل حاجه ارشحها لك الرز بلبن.